نسمع الآن إلى الدقيقة 41 من الحلقة. دائما نبقى في الحلقة الخامسة. نسمع الدقيقة 41. كان هناك اتصال من أخ من المملكة العربية السعودية. نسمع ما الذي حصل بين هذا الأخ وكمال حيدري. معنا الأخ مرتضى من السعودية. تفضلوا أخ مرتضى. نعم تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تحية لك والسيد كمال. حياكم الله، بارك الله فيكم، حياكم الله. بس في نقاط يعني أريد أن أعلق عليها طرحها السيد كمال. نعم. أولا أن المهدي، عقيدة المهدي لا يوجد عند أهل السنة شيء اسمه عقيدة، وبإمكان الشيخ أن يراجع لكتب الاعتقاد عند أهل السنة، حيث أن المهدي ليس مدرج ضمن العقائد عند أهل السنة. إنما احتج بقول الألباني أنه يقول عقيدة، فهذا يعني قصد الألباني واضح ويجب التصديق به، يعني بما أنه من التي أخبر بها النبي يعني صحت عند أهل السنة، فيعني يعتقد بها يصدق به. والدليل على ذلك أنه يعني بإمكانكم الرجوع إلى كل كتب أهل السنة التي تتحدث عن العقائد. لا يجد أن يذكر هناك يعني شيء اسمه باب الاعتقاد بالمهدي أو يجب الاعتقاد بالمهدي وأن معتقده كافر خارج من الملة. طيب هذه نقطة الشيخ عنده. النقطة الأخرى يعني الشيخ يعني جزاه الله السيد كمال يعني يزعل هو الظاهر من كلمة شيخ. هو لا أزعل، لا أخي العزيز، لا أزعل أبدا أخي العزيز، أبدا. أنت حر أن تسميني سيد أو تسميني شيخ، لا فرق. نعم. لا انزل الناس مراتبهم يعني. تفضل. يعني حقيقة يعني الشيخ تبحر جزاه الله خير يعني في نقولات أهل السنة. نعم. أن المهدي موجود وأن فلان ذكر والشيخ الفلاني ذكر والشيخ الفلاني ذكر. طيب هذه أهل السنة يعني لا يردون المهدي المبشر به يعني، وليس نسميه المنتظر عندنا. نعم. لكن أنتم كاثنا عشرية يعني هل ثبت عندكم وجود شخص اسمه محمد بن الحسن العسكري؟ نعم. يعني أن هناك اختلاف يعني كبير بعد وفاة الحسن العسكري، خرج على الأقل 14 فرقة 12 يعني. إذا كانوا متفقين لماذا لم، إذا كان المهدي يعني موجود عندهم لماذا لم يختلفوا؟ هذه نقطة يسجلها الشيخ عنده. طيب يقول الشيخ يعني ربطا بهذا السؤال. نعم. أن عند مدرسة كما يسميها مدرسة أهل البيت. نعم. مسألة المهدي ادعاء المهدوية لا تكاد تذكر أو بالتحديد قال في فكر أهل البيت قليلة مسألة المهدوية ومدعيها. بينما لو يرجع يعني يا ليت الشيخ جزاه الله السيد كمال جزاه الله خير يرجع عند وفاة كل إمام من الأئمة الاثنى عشر بدءا من علي بن أبي طالب يجد أن هناك من ادعى أن هذا لم يمت وأنه هو المهدي وأنه هو المنتظر، بدءا بالسبائية الذين ادعوا أن علي بن أبي طالب لم يمت. انتهاء إلى يعني الآن طلبنا أنه يكون شوفوا هذا الذي يجرون إلى البحث. أنا طيب أخي العزيز طلبت منك، لا اسمح لي يا أخي، طلبت منك أنه يكون في محور الحديث. أنت الآن في تعدد الفرق وكان شنو علاقة البحث بها؟ طيب الآن إذا عندك سؤال آخر. لا ماكو أسئلة، لا واضح أنه يريد، أنه فقط يريد. إذا تسمح لي أنا قبل ما أجيب، لا يدخل لا يدخل أبدا حتى أجيب على كلمتين. يقول أنه لم يقل أحد منا بأنه عقيدة، ومن الذين التفت بودي المشاهد الكريم يلتفت والأخ محمد أيضا يلتفت. لا كل الإخوة. عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر كتبه تأليف العلامة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد. ملاحظة يا أخوان الكرام يعني لا تعليق. سمعتم كل ما الذي حصل.